السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة الموزة في الفرن كده بتتبيلة جميلة، وهنقدم معاها رز بسمتي مبهر. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعملها مع بعض ازاي. عندي هنا الموزة بتاعتي، انا جايباها كده قطع على بعضها، وزنها حوالي 1.5 كيلو. هنتبلها ازاي بقى؟ عندي هنا الخضار بتاعي بصل وطماطم و4 فصوص من الثوم وفلفل حامي وفلفل بارد. هنضربهم كويس جدا مع بعض في الكبة. بعد ما ضربنا الخضار بتاعنا هنضيف عليه بقى التوابل، وهي عبارة عن ملح وفلفل وبابريكا وشوية من السبع بهارات وشوية من بهارات اللحمة. هنزل بيهم كده واقلبهم تقليبة حلوة، وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الزيت. كده يا حبايبي التتبيله بتاعتي جاهزه، عايزه اقول لكم ريحتها طالعه جميله جدا. هنزل بقى بالتتبيله الجميله دي على الموزه بتاعتي، وهنغلفها كويس جدا بالتتبيله من بره ومن جوه. لو حابه تبيتيها في التتبيله دي من بالليل بيكون طبعا احسن، لان كل ما هنسيبها في التتبيله وقت اطول كل ما هتديك النتيجه افضل. بس انا كده بتبلها قبل ما اشتغل فيها بساعتين. هتبلها بقى كويس وهسيبها بقى في التلاجة لمدة ساعتين، وبعد كده هرجع اشتغل فيها وهقول لكم احنا هنعمل ايه. هنجيب بقى اي صينية او اي قالب عندك، هنحط فيه ورقة فويل وفوقيه ورقة زبدة، وهجيب بقى الموزة بتاعتي هحطها في الصينية كده بالشكل ده. وبعد كده هقفلها كويس بقى بورق الزبدة والفويل، وهدخلها الفرن. هنزل بقى ببقية التتبيلة، طبعا مش هرميها لان التتبيلة دي هي اللي هتنزل مية وتسوي معايا اللحمة. احنا مش هنحط اي مية في الصينية، مش هضيف مية خالص عليها. هنتبلها كويس، هنحط التتبيلة فيها كويس وهنقفل كويس بقى بورق الزبدة وبالفويل. طبعا هنحطها على درجة حرارة متوسطة، هتاخد معانا ساعة ونص او ساعتين، هتطلع معاكي مستوية جدا حلوة جدا. ما نحطهاش على نار عالية، تبقى النار عندي متوسطة وتسيبها وقت اطول. هنحط بقى ورقة فويل على الصينية من فوق وهندخلها الفرن. يلا بينا حبايبي بقى نعمل الرز مع بعض على بال اللحمة بتاعتنا ما تستوي. عندي معلقتين كبار من السمنة ومعلقتين من الزيت. هنزل ببصلاية متقطعة صغير، اول ما تصفر عندي كده بالشكل ده هنزل بقى بطماطمايه مبشوره وجزرايه مبشوره. نقلبها كده تقليبه حلوه، وبعد كده هنزل بالتوابل بتاعتي، ليمونه وعود قرفه وشويه من الكركم وشويه من الكاري. اول ما ريحه التوابل تطلع معايا كده هحط بقى قرن من الفلفل الحامي، وده اختياري. وبعد كده هنزل بقى بالميه بتاعتي، وهنزل بمكعب من الماجي طبعا عشان انا ما حطيتش شوربه. عايزه اقول لكم كوبايه الرز البسمتي بتاخد 1.5 كوباية من الميه. عند الرز بقى انا غسلاه ومصفيه كويس جدا، هحطه بقى على النار واول ما يستوي هنطفي عليه. كده الموزه بتاعتي انا طلعتها من الفرن بعد ساعتين بالظبط، مستويه سوا حلو جدا. هنبتدي بقى نغرف مع بعض طبقنا. شايفين الرز بتاعنا شكله عامل ازاي؟ مفلفل جدا وريحته طالعه تحفه. هبتدي بقى احط الموزه بتاعتي على وش الرز كده من فوق. انا عايزه اوريكم تسويه اللحمه، هوريها لكم في الاخر علشان خاطر اللحمه سخنه جدا. هنحطها كده بالشكل ده، وهنضيف بقى على الرز لو عندك بقى اي مكسرات، لوز، زبيب. انا كان عندي زبيب بس للاسف ما كانش عندي لوز، ودورت في عند العطارين صراحه ما لقيتش، مش فاهمه ليه يعني، فاستكفيت بس باللوز بالزبيب اللي موجود معايا.
هنزين طبقنا كده بالشكل ده. وبكده يا حبايبي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. كان معاكم نورة وليد، اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.